السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بجد هكشف لكم النهاردة سر مخلي عيشتنا صعبة ومتعبة وكلها جلد ذات واحباط، الا وهي اننا مش شايفين الصورة كاملة. احنا شايفين زاوية البرواز، شايفين الجزء اللي الفنان بس عايز يظهره واللي عايز يوصل لنا. مش شايفين الحقيقة عشان المتفلسفين والمنطقيين بزيادة، اللي لما تروح تترمى في ساحته عشان تفضفض يلبس عباية الواعظ ويقولك ازاي ده مفروض يبقى كده وكده، بدون ما حتى في الأول يطبطب عليك ويقولك احنا كتير بيمر علينا كده بس بنجتهد، والصح اننا نعمل كذا وكذا. اهو كده الحقيقة والصورة بقت كاملة. طيب أنا بقول كفاية ألغاز ونبدأ الحلقة، يلا بينا. أولا أنا بتكلم على شقين. الشق الأول الحياة العائلية والزوجية. أب مستحمي لابس ترنج ألاجة وعامل ماتش مع المدام وقاعدين على الكنبة، أخدها تحت جناحه وأولادهم في الأرض بيلعبوا الألعاب الخزعبلية 18,000 جنيه كده، وهو يجيله مكالمة يقول لها بعد إذنك يا حياتي، تقول له اتفضل يا بيبي. يرد يلاقي بهيج بيه بيقول له احنا تممنا الصفقة يا باشمهندس. يرجع يقول لها وشك حلو عليا يا عمري. تقول له لا بقى النهارده مناسبة سعيدة، انا هو مطلب اكل من بره والحلو كمان، ويضحك لها وتضحك له. كات. هايل يا فنانة. ويكملوا المسلسل. اما بالنسبة للاطفال اللي في الارض مكملين لعب في هدوء تام. بالمناسبة هو ده الشق التاني، الاول فوق الكنبة والتاني تحت. تيجي بقى تعبانة من تربية الأولاد والمسؤولية وإنك خايفة تكوني أم مش كويسة وي وي وي، وتروحي المدام تشريف أفندي تقولك ليه؟ المفروض الولاد طول الوقت قاعدين يلونوا ويرسموا ويفكوا بازل ويركبوا ويلعبوا بالمكعبات، وبيلعبوا كارديو الصبح ويشيلوا حديد بالليل ويغسلوا اسنانهم ورجليهم قبل ما يناموا، وطبعا بيجوا يبوسوا الايادي ويقولوا تصبحوا على خير قبل ما يناموا، ويدخلوا بهدوء ولا من شاف ولا من دري. وانتي طبعا قاعدة عندها نص ساعة شايفة فعلا ولاد سكتم بكتم، وتروحي حاطة في نفسك يا قلبي وتسكتي وتروحي البيت شايفة عيالك علي علوكة وأشرف كخة، وتقولي لا بقى أنا اللي عيالي مش طبيعيين وأنا معرفتش أربي وأنا مامي فاشلة. اهدي بقى وقومي اعمليلك كوباية شاي بالنعناع وتعاليلي هفصصلك الموضوع كله واحدة واحدة. أول حاجة فوق الكنبة. الحياة الزوجية والعائلية ليست بالمثالية التي ترينها على الانستجرام أو اليوتيوب أو السناب أو التيك توك، ولكن ده جزء بسيط يسير بيتحط له سكريبت وبيتحضر له الممثلين البلوجر وزوجها أو اليوتيوبر وزوجها وأولادهم المستحمين اللي طالعين ياخدوا اللقطة، وبيوروكم جانب واحد من حياتهم بأماكن محددة هم عايزينها تظهر من بيوتهم، اللي هو اجهز يا ابو العيال عندنا لقطة. فيا روحي ما تسيبيش نفسك لوهم وترجعي تزعلي وتحسي ان الغلط فيكي انتي، وتحبطي وتزعلي وتغضبي وتقولي ليه حياتي الزوجية مش كده، ليه بيتي مش كده، ليه وليه وليه. تاني حاجة اللي تحت الكنبة، الكتاكيت الصغننين اللي قاعدين يلونوا ويرسموا. في حقيقة الأمر إن كل الولاد صعبين، وإن كل الإخوات بيتعاركوا، وإنه جيل مرهق، وإن كل الأمهات بتبذل قصار جهدها عشان تبعد الولاد عن الشاشات، والأمهات كلها بتبقى طول النهار بتفصل قوات بين الإخوات، وإنها بتيجي آخر اليوم تحس إنها كانت بتحارب حرفيا. فمدام تشريف لما كانت بتكلمك هي كانت بتتكلم عن اللي مفروض يتعمل مش اللي بيحصل، ولو كانت عرفتك إننا كلنا مش كاملين كان منها طبطبت عليكي وعرفتك ان احنا فعلا مفروض الولاد نقومهم من الشاشات ونقعدهم يلونوا ويرسموا مكعبات وي وي وي. هي دي الصورة الكاملة، وعشان اريحك محدش وصل للصورة الكاملة عشان هي صورة ولقطة. فهوني عليكي وفي وسط كل ده بطلي تبصي لغيرك وتجلدي نفسك وتزعلي على ولادك. عيشي يومك ولحظتك، ولو النهارده تقييمك لنفسك كأم وزوجة ما كانش حلو قومي بكره وعدليه، ولما توصلي لاخر اليوم خدي دش ينزل كل الهموم والتعب، واقعدي ربع ساعه بكوبايه شاي بنعناع. اشحني لبكره وبكره احلى. مع السلامه.